مميزات وعيوب الفراخ الفيومي الفضي البيور. الفراخ الفيومي أساسها مصر، محافظة الفيوم، سلالة بلدي حر. أنا عارف إنك داخل على الفيديو ده عشان خاطر تعرف هل الفراخ الفيومي الفضي حلوة في إنتاج البيض ولا لأ. أيوة، هي بالفعل من أفضل الفراخ في إنتاج البيض، بس زي ما ليها مميزات زي ما ليها عيوب هنتعرف عليها في الفيديو ده. من أول مميزات الفراخ الفيومي أعلى نسبة إنتاج بيض بلدي، من أفضل الفراخ في إنتاج البيض البلدي. الفرخة الفيومي بتبيض من 220 ل260 بيضة سنويا، وكمان بتكون على حسب الاهتمام بالتغذية. من ضمن مميزات الفراخ الفيومي إن طعم اللحم بتاعها أفضل من أي فراخ بلدي، دي تاني ميزة. تالت ميزة معانا وإن الفراخ الفيومي ما بتربيش دهون إطلاقا. رابع ميزة معانا وإن الفراخ الفيومي مناعتها عالية جدا وبتقاوم الأمراض. الفراخ الفيومي لو انت مهتم بالتغذية بتاعتها والتحصينات بتاعتها بيكون فيها نسبة نافق بسيطة، وكمان بتقدر تتعايش في الساعة، وكمان بتقدر تتعايش في الصيف والجو الحر. بس اكيد طبعا لازم تهتم بالتدفئة بتاعتهم في الشتاء والتهوية والعلاج والفيتامينات بتاعتهم عشان خاطر برضو ما يحصلش نافق. مش معنى ان المناعة بتاعتها عالية وبتقاوم الامراض انك هتسيبها من غير علاج وتهملها. كمان من ضمن المميزات بتاعة الفراخ الفيومي ان كلها لون واحد وحجم واحد، القطيع عندك كله بيكون شكل واحد ولون واحد. كمان الفراخ الفيومي لو دخلتها على اي فراخ تانية او اي سلالة من الفراخ، الفراخ الفيومي بتسيطر في المكان اللي هي بتدخله وبتفرض شخصيتها في المكان بسبب القوة اللي عندها. زي ما قلنا المميزات بتاعتها برضو ليها عيوب. احنا قلنا هي الاعلى في انتاج البيض، بس للأسف البيض بتاعها مش نفس حجم البيض بتاع الفراخ البلدي المشعر او السلالات الاخرى. البيض بتاعها اصغر نسبيا من بيض الفراخ البلدي التانية، بس برضو مش هتقابل مشاكل وانت بتيجي تبيع البيض بتاعها. لا، البيض بتاعها بيتباع عادي، ما بيبانش ان هو صغير. لكن احنا لو هنقارن بين حجم بيض الفراخ البلدي المشعر وحجم الفراخ الفيومي في حجم البيض، لا، فالفراخ البلدي المشعر حجم البيض اكبر بنسبة بسيطة من الفيومي الفضي. كمان من ضمن عيوب الفراخ الفيومي ان وزن الديك بعد سنة ما بيعديش ال2 كيلو. يعني الديك لو فضل عندك سنة او سنة ونص اخره 2 كيلو. والفرخة كمان ما بتعديش ال2 كيلو الا ربع، هو متوسط الوزن بتاعها كيلو ونص وكيلو وربع كمان. الفرخة الفيومي بتبدأ تبيض وهي وزن كيلو 100، وزن كيلو 200، مفيش أي مشاكل. من ضمن عيوبها إن هي ما بتشيلش وزن إطلاقا. فنصيحتي ليك لو هتربي الفراخ الفيومي ما تعتمدش عليها كمشروع لحم، لا، اعتمد عليها كمشروع بياض فقط، هتكون حلوة معاك ومشروع مربح بإذن الله. من ضمن العيوب كمان اللي أنا شفتها في الفراخ الفيومي إن الفراخ بتفضل تضرب بعضها طول الوقت وتتعارك مع بعضها طول الوقت. وكمان من ضمن العيوب إن وزنها خفيف، فأنت لو طلقتها على السطح أو طلعت منك على السطح ممكن تطير بسهولة جدا. كمان من أهم مميزات الفراخ الفيومي إنها بتبشر بالبيض بدري على 4 شهور ونص لو التغذية بتاعتها مظبوطة. يعني أنت لو مهتم بالتغذية بتاعت الفراخ الفيومي والوزن بتاعها وصل على 4 شهور كيلو أو كيلو 100 جرام، فالفراخ الفيومي هتبشر معاك بالبيض على 4 شهور ونص. كمان من ضمن مميزات الفراخ الفيومي إنها بتفضل تبيض لحد عمر 3 سنين. نسبة الإنتاج بتاعتها 75 و80%، وبتكون على حسب الرعاية والاهتمام بالأكل، عكس الفراخ البلدي والسلالات التانية زي المشعر والهجيني والكلام ده. فالفراخ بتديك بيض لمدة سنتين وبعد كده الإنتاج بيقل. لا، الفراخ الفيومي بتفضل شغالة معاك لحد 3 سنين. فأنا شايف إن الفراخ الفيومي كمشروع بياض مربح وكويس جدا، لكن كمشروع لحم لا تصلح إطلاقا، مشروع فاشل.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.